أهلا بيكم. فكرتوا قبل كده إيه اللي بيحصل بالظبط أول ما بنحرك الماوس أو نفتح أي برنامج على الكمبيوتر؟ الحقيقة إن في قوة خفية فعلا هي اللي بتدير كل ده في الخلفية. القوة دي هي بطل شرحنا النهاردة، نظام التشغيل. كلنا بنعمل الحركة دي عشرات المرات في اليوم. بندوس على أيقونة وفجأة بتظهر شاشة. الموضوع شكله بسيط وسهل، صح؟ بس الحقيقة ورا الدوسة البسيطة دي في عالم كامل شغال في الخفاء. عالم بتديره حكومة غير مرئية، حكومة الكمبيوتر بتاعنا. طيب خلينا نتعمق أكتر ونفهم إيه هي بالظبط حكومة الكمبيوتر الخفية دي. ببساطة كده نظام التشغيل أو الأوبريتنج سيستم هو حلقة الوصل بيننا وبين قطع الكمبيوتر المادية أو الهاردوير. وظيفته الأساسية إنه يدير كل موارد الجهاز، من أول البرامج اللي بنشغلها لحد أسعر قطعة هاردوير متوصلة. في تشبيه ممتاز بيلخص كل حاجة. نظام التشغيل هو حكومة بيتحكم في كل حاجة في الكمبيوتر، والتشبيه ده دقيق جدا لأنه فعلا هو اللي بيحط القوانين وهو اللي بينظم كل العمليات. طيب الحكومة دي بتبدأ شغلها إزاي؟ كل حاجة بتبتدي لما أي برنامج على الجهاز بيتحول لحاجة اسمها عملية أو process. وهنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا، البرنامج والعملية. البرنامج وهو على الهارد ديسك ده مجرد كيان خامل، شوية أكواد مستنية دورها. لكن في اللحظة اللي نظام التشغيل بياخده ويحطه في الذاكرة عشان يشتغل، بيتحول لعملية، كيان نشط وجاهز للتنفيذ. الحكاية دي كلها بتحصل إزاي؟ في مبدأ أساسي اسمه مفهوم البرنامج المخزن. الموضوع ماشي كالتالي: نظام التشغيل بيروح الأول يحمل ملف البرنامج من الهارد ديسك، بعدين ياخده يخزنه جوه الذاكرة الرئيسية اللي هي الرامات. وبمجرد ما البرنامج يبقى في الرامات، المعالج أو السي بي يو يقدر يوصل له ويبدأ ينفذ الأوامر بتاعته. من غير الخطوات دي البرنامج هيفضل مجرد فايل مرمي على الهارد ديسك، ما بيعملش أي حاجة. تمام، دلوقتي بقى عندنا عملية واحدة شغالة. بس استنوا لحظة، احنا دايما بنبقى فاتحين متصفح وموسيقى وبرنامج تاني في نفس الوقت. ازاي الكمبيوتر بيقدر يعمل كل ده؟ هنا بقى بيجي دور السحر الحقيقي، تعدد البرامج أو المالتي بروجرامين. زمان كانت الأنظمة القديمة عاملة زي موظف بيشتغل على مهمة واحدة بس. لو الموظف ده احتاج يجيب ورقة من الأرشيف مثلا، كان بيوقف كل حاجة ويقعد مستني. ده كان إهدار فظيع للوقت والمجهود. لكن مع المالتي بروجرامينج، نظام التشغيل بقى زي مدير عبقري بيحط كذا مهمة قدام الموظف، وأول ما مهمة منهم تقف لأي سبب بيخليه فورا يشتغل على اللي بعدها. والنتيجة السي بي يو اللي هو عقل الكمبيوتر تقريبا ما بيقفش عن الشغل لحظة. نظام التشغيل بيضمن إنه دايما عنده حاجة يعملها. التبديل السريع جدا بين المهام دي هو اللي بيدينا إحساس إن كل حاجة شغالة في نفس الوقت بالظبط، وده اللي بيخلينا نقدر نسمع موسيقى وإحنا بنكتب ونحمل ملف في نفس اللحظة، كل ده بسلاسة تامة. لكن طبعا مع كل القوة دي لازم يكون في نظام وحماية، وهنا بتيجي فكرة ذكية جدا من نظام التشغيل. عشان يحافظ على استقرار كل حاجة، الكمبيوتر بيشتغل بوضعين مختلفين: وضع المستخدم أو اليوزر مود، وضع النواة أو الكيرنل مود. كل البرامج اللي بنستخدمها، المتصفح والألعاب وكله، شغالة في وضع المستخدم، يعني صلاحياتها محدودة. لكن قلب نظام التشغيل نفسه، الكيرنل، شغال في وضع النواة، معاه كل الصلاحيات، يقدر يوصل لأي حتة في الجهاز. طيب لو برنامج عادي عايز يعمل حاجة مهمة أو خطيرة، لازم يستأذن الأول، يخبط على باب الكيرنل ويطلب منه طلب رسمي اسمه نداء النظام أو سيستم كول. طيب ليه وجع الدماغ ده كله؟ ليه الفصل ده أصلا موجود؟ السبب في كلمة واحدة: الحماية. لو المتصفح علق وهو في وضع المستخدم، عادي جدا بنقفله والنظام بيكمل كأن مفيش حاجة حصلت. لكن لو حصل أي خطأ أو انهيار في وضع النواة، النتيجة بتكون كارثية. دي اللحظة اللي ممكن نشوف فيها شاشة الموت الزرقاء المشهورة والكمبيوتر كله بيقع. طيب بعد ما شفنا كل التفاصيل دي من العمليات للمهام المتعددة وأنظمة الحماية، تعالوا نلخص ونشوف ليه كل ده مهم فعلا. تخيلوا معايا، في كل مرة بندوس على أيقونة، نظام التشغيل بيعزف سيمفونية كاملة في الخفاء. في أجزاء من الثانية بيحول البرنامج الخامل للعملية نشطة، وبيفضل يتنقل بينها وبين عشرات العمليات التانية عشان يضمن إن عقل الكمبيوتر ما يقفش لحظة. وفي نفس الوقت بيفرض قوانين أمان صارمة، وبيوفر كل الخدمات الأساسية اللي باقي البرامج محتاجاها. هو فعلا اللي بيبني المسرح المستقر اللي كل البرامج التانية بتقدر تمثل عليه أدوارها. يعني نقدر نختصر ونقول إن نظام التشغيل هو مدير الموارد ومقدم الخدمات والمتحكم في النظام، وكل دول بيشتغلوا مع بعض في تناغم مذهل.
نظام التشغيل بيقوم بمليارات العمليات الخفية عشان يخلي تجربتنا في النهاية مجرد كليك بسيط. السؤال اللي بيفضل من وسط كل اللي بيقدمه ده، تفتكروا إيه هي الميزة الواحدة اللي من غيرها عالمنا الرقم الحديث ده كله ببساطة ما كانش هيكون موجود؟